البوزيشننج تراينجل، مثلث التموقع او مثلث التموضع. لو ماركتنج مسج بتاعتك مش واضحه فغالبا البوزيشننج بتاعك برضه مش واضح، انك مش عارف انت بتكلم مين وبتساعده في ايه يحل ايه. البوزيشننج تراينجل ده احنا بنستخدمه مع العملاء بتوعنا بشكل مستمر عشان احنا نعرف كويس قوي مين العميل اللي بيساعده يحل ايه وايه المشاكل اللي العميل ده بيعاني منها. البوزيشننج تراينجل ده عباره عن 3 اسئله. السؤال الاول مين العميل المثالي بتاعك بدقه شديده. السؤال الثاني ايه المشكله اللي العميل ده بيواجهها دلوقتي، خليك محدد جدا في تحديد المشكله دي. السؤال الثالث ايه النتيجه اللي انت هتوصلها للعميل ده، وعايزك تكون دقيق جدا في الاجابه بتاعه النتيجه وتختار نتيجه ملموسه العميل يقدر يحسها ويشوفها ويشتهيها. فلو انت ما عرفتش تجاوب على البوزيشننج تراينجل بدقه شديده في جمله واحده فكل مجهودك في التسويق هيبقى كانك عمال تزعق في مكان مفيش حد بيسمعك فيه. خليني اديك مثال قوي. فصص المثال ده واحده واحده. انا بساعد الامهات اللي عندهم اولاد عنيدين. خلي بالك ده اجابه على اول سؤال في البوزيشننج تراينجل، مين العميل المثالي بتاعي بدقه شديده. الامهات اللي عندهم اطفال عنيدين انهم يتخلصوا من الخناق اليومي. ده اجابه على تاني سؤال في البوزيشننج تراينجل، ايه المشكله اللي انا بساعد عميلي يحلها. الامهات اللي عندهم اطفال عنيدين بيعانوا من الخناق اليومي. طب بساعدهم عشان يحلوا ايه النتيجه اللي الناس دي بتوصل لها، انهم يبنوا علاقه حب واحترام من غير ضرب او تهديد. الجمله دي فيها وضوح وفيها هدف، فيها تحفيز طبيعي للسؤال من وجهه نظر العميل ازاي هتساعدني احقق ده. فلازم تكون الرساله التسويقيه بتاعتك او البوزيشننج تراينجل بتاعك مظبوط بالظبط عشان تعرف انت بتساعد مين كويس والعميل يفهم القيمه اللي انت بتقدمها عامله ازاي وانت بتسوق.